اول مره هعمل كده وهنزل لحد 107 دولار بس مع موبايل اقتصادي ممتاز جدا، ونفس معالج الرينو 12 اف طبعا عارفينه، الدايمنسيتي 6300 وتصوير فيديو 2K بالكاميرا الخلفيه، والاول مره تردد 120 هرتز ومقاومه رذاذ معيار IP54 مع شويه عيوب هتعرفوهم في الفيديو. فمعاكم طارق مردي، وموبايل النهارده هو الانفينكس هوت 50 5G. هنقارنه مع الجيل القديم الهوت 40 ونعرف هل يستاهل سعره فعلا ولا مجرد كلام. جميل في الحركه والتنقل بين التطبيقات مع السرعه وسلاسه في الحركه بفضل التردد ال 120 هرتز، ومع بروسيسور قوي ومنافس جدا في سعره دايمنسيتي 6300، وزي ما وضحت موجود في الرينو 12 اف اللي سعره اعلى بفرق واضح. ومن التجربه الممتازه ننتقل للالعاب مع 40 فريم بابجي، اتمنى لو ينزلوا الدعم يوصل 60 فريم هيكون ممتاز جدا في سعره، مع تجربه صوت مونو، وعلى حد علمي الهوت 40 كان ستيريو، مش عارف هم واخدين لي بالهم ولا ضحوا بالصوت مكان المعالج يمكن. ومن تجربة الصوت تعالوا ننتقل للشاشة. أول حاجة هتلاحظها البيزل كبيرة وخصوصا من تحت باينة جدا، ومن الجنبين واضحة بس هتتعود عليها، مع شاشة من نوع IPS LCD مقاس أقل من الهوت 40 6.7 إنش، والجودة HD بلس، بس خلي بالك الهوت 40 كان فول HD بلس. ركز كويس في الفروقات لأنها تبان بسيطة لكن تفرق بين المستخدمين. وحسب كلام الشركة قالت إن نسبة الشاشة لجسم الموبايل 93.9%، يعني أفضل من ايفون 16 برو ماكس. طب نخلي الاتنين جنب بعض، أنا راضي ذمتك دي نسبة اعلى من نسبة الايفون؟ كفاية البازل من تحت لوحدها مش منطقي نهائي. اكيد كانوا يقصدوا 83.9% وغلطوا في الرقم. ومن الشاشة ننتقل للتصميم. صراحة عجبني اللون ده، هو بلاستيك مع تصميم الكاميرات المربع بيفكرك شوية بالموبايلات القديمة، مع كيرف خفيف من الشاشة للفريم البلاستيك ومميز جدا كأنه مرسوم بجد، والظهر مسطح بالكامل مع سمك وسط 7.8 مللي ووزن 188 جرام. هو مقبول مش خفيف في الاستخدام الطويل. نزلك بمقاومة رذاذ معيار IP54 مع دعم لمدخل سماعة 3.5 مللي، وشريحتين من نوع نانو داعمين لل 5G، وتقدر تركب له كارت ميموري مكان شريحة منهم، والبصمة هنا في زرار الباور، واي فاي 5 بلوتوث 5 و4. ومن التصميم ننتقل للسوفت وير مع ميزات متعددة في واجهة انفينكس اكس او اس 14.5 مع اندرويد 14، واخدين حتة الدايناميك ايلاند من ايفون، جميلة صراحة، مع سرعة وسلاسة في الحركة والتنقل وفتح وقفل التطبيقات بمساعدة المعالج والتردد العالي والسوفت وير. مش عارف النقطة اللي جاية دي بجد ولا بيحذروا، بس مش هيوصلوا تحديثات رسمية تاني، هيوصلوا بس 2 امان. يا رب يكون الكلام ده غلط لانه هيخسر شريحة كبيرة جدا من المستخدمين بتهتم بتحديثات. وما تنساش يا صديقي وانت معدي اللايك والاشتراك وزر الجرس واي كلمة حلوة تشجعني. استمر، عاش، برافو، جامد، الكلام ده مش هوصيك. كفاية كده ويلا نشوف الكاميرات. وهما الثلاث كاميرات الاساسية 48 ميجا بكسل، والثانية 2 ميجا للعزل، والاخير عدسة AI الخاصة بتحسين الصور وتفاصيل الضوء والجودة. وكتفاصيل صراحة حلو جدا على السعر، والوانه مظبوطة وقادر يحلل الضوء صح، وضح تفاصيل الزرع كويس، كمان موضح تفاصيل العلبه والكتابه كويس بدون بكسله. بص للصوره وشوف الكلام. حسيت لون العربيه مشبع زياده مع تفاصيل واضحه، اضاءه مظبوطه، لكن الزرع مش قد كده، مش محدده كويس، ممكن فرق المسافه بس. الصوره دي ممتازه جدا، عازل الجسم كويس من فوق والشعر محدده صح، حد الدراع هتحسه واكل شويه منه، ولو نزلت للصور هتلاقيه عازل تمام، لكن الكتابه على التيشيرت ولا كانه شايفها، ما عزلهاش نهائي. لو بصيت على اليمين هتلاقي الصوره تمام جدا، عزل حلو، ما عزلش الايد كويس بس مقبول في سعره. لكن الورقه مشبعه زياده، برو ماكس، مش محلل الالوان صح، برغم ان الورق الاخضر ظبطه جدا. الصوره جميله مفيش كلام، والوان الورق مظبوطه، لكن لو بصيت على الشمال تحس ان السويت شيرت منور زياده، معرفش يحلل الضوء صح. وفي النايت مود ممتاز جدا، موضح تفاصيل المباني كويس، محلل الضوء حلو، وقادر يحدد الشجره وكمان حدود المباني بدون برسله واضحه، وحتى الصور العاديه الشجر بيكون واضح وحدد تفاصيله كويس جدا. وسواء عناصر او ناس بيحللهم صح، الاضاءه بتاعته مظبوطه، تفاصيلهم واضحه، وعزلهم حلو صراحه. تصوير الفيديو هنا مميز عن المنافسين لانه بيصور 2K 30 فريم، وده ممتاز جدا في سعره، مع تفاصيل حلوه، اضاءه مظبوطه، الوان تحسها زاهيه شويه، مش ثابت كفايه، لازم توصله 1080 عشان يكون ثابت الى حد ما. اما السيلفي فهو ممتاز جدا في سعره، مع كاميرا 8 ميجا بكسل بس، ممتاز جدا في الصور وتفاصيل الوش والشعر، محددهم كويس جدا ويقدر ينافس موبايلات اعلى منه. الوهله الاولى لو شفت الصوره دي هتقول متصوره بايفون، لكن لا، متصوره بالهوت 50، ما يوصلش حد
حتى ثمن سعره. وفي العزل مش بيكون افضل حاجه في الشعر لكن بيعزل الجسم كويس. والنايت مود حلو جدا صراحه، محدد تفاصيل الوش والشعر والجسم كويس جدا، يؤدي معاك الغرض والزياده. حتى تصوير الفيديو هنا حلو 1080 30 فريم، فتفاصيل واضاءه حلو جدا لكن مش ثابت كفايه في الحركه، يضايقك وانت بتصور. وكل المميزات اللي قلتها دي بكام؟ ب 107 دولار بس. ومن الكاميرات تعالوا ننتقل البطاريه، كان 5000 ملي امبير ممتازه، مش معترض عليها. انا معترض بس على الشاحن، ازاي يكون 33 واط في الهوت 40 تخلوه هنا 18 بس؟ انتوا بتهزروا يعني؟ محتاجين بتاع ساعتين عشان تشحنوا بس. كده هنرجع لنظام الموبايلات القديمه بقى واشحنه طول الليل. مش كده، انا كنت لسه بشكر فيك وعامل لي نظام لحمايه الشحن بالاي اي، يعني دايما الحلو ما يكملش كده. من البطاريه تعالوا ننتقل للرامات اللي بتنزل بنوعين 4 و8 مع تردد 2133 ميجا هرتز، ومساحه التخزين من نوع يو اف اس 2.2 ونوع واحد بس 128 جيجا، مع وجود كارت ميموري زي ما وضحت بتركبه مكان شريحه من الاثنين. ومن الرام ومساحه التخزين عايزين نعرف الموبايل ده يستاهل سعره وتشتريه ولا لا. فباختصار انا عجبني الوان الكاميرات والتفاصيل ومحل الضوء والتفاصيل صح حتى في النايت مود. تصوير فيديو 2K 30 فريم بالخلفيه و1080 30 فريم بالسيلفي. الشاشه مقبوله في سعره، تردد 120 هرتز، معالج قوي جدا في سعره دايمنسيتي 6300، وجود مدخل سماعه 3.5 مللي، امكانيه تركيب كارت ميموري، بيدعم مقاومه رذاذ معيار IP54، بيدعم 40 فريم ببجي. سعر ممتاز جدا على مواصفاته المعالج، لكن ما عجبنيش الشاشه بقت اقل HD بلس بس. الشاحن بقى اصغر 18 واط بس. بيزل الشاشه كبيره ممكن تضايقك لو بتشوف مسلسلات وافلام. العزل اوقات ما بيكونش الافضل سواء في الخلفيه او السيلفي، وبالرغم من كل ده فهو ممتاز جدا وينافس في السعر بين المنافسين ويتغلب عليهم كمان في اهم النقاط زي المعالج، تصوير الفيديو، التردد، مقاومه الرذاذ. وحسب كلام انفينكس على موقعها الرسمي اكدت انه هيستمر معاك 5 سنين بنفس الكفاءه. لو كلامهم ده صح هيكون ممتاز جدا ورشحه ليك في سعره اللي هو كام؟ 107 دولار بس لاقل نسخه في الهند. يعني لو وصل للدول العربيه قول 110 ل 130 دولار، وده ممتاز جدا. ولو عرفت تاجر بيوفره في مصر هنزل اسمه ولينك الشراء في المنتدى لمصر، ولو لقيت في السعوديه او الامارات هنزل برضه. وانت لو عرفت تاجر مضمون بيوفره في بلدك اكتب اسمه ولينك الشراء في تعليق، وكل ده هنزله في المنتدى عشان الناس تستفيد. وزي ما قلت في اول الفيديو ده اول موبايل بالسعر ده اتكلم عنه من انفينكس. كنت اتكلمت قبل كده عن الريدمي A3 والريلمي نوت 50، وقريب ان شاء الله اتكلم عن النوت 60. فما تنساش تكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل الجامد ده، ولايك واشتراك والحاجات دي، وادعي لي القناه تكبر اكتر عشان ابتدي اوزع هدايا ومسابقات لايفات. في شغل جامد هيتعمل ان شاء الله قريب. ولازم تنورنا الاربع منصات فيسبوك يوتيوب انستجرام تيك توك عشان نكون اسره مع بعضينا اكبر اكتر باذن الله. دمتم بافضل حال، سلام.